مشروع ابن معروف الدعوي. إن وجود العلماء فرصة لكل مسلم وفرصة لكل عاقل لبيب، فرصة بوجود العلماء. وأنتم تعلمون في هذه الرحلة العلاجية لشيخنا أسأل الله له الشفاء العاجل، بالرغم بأننا نرجو قريبا يحل بين أبنائه وإخوانه، إلا انظروا هذه الأوقات في هذه المدة وهي مدة رحلته للعلاج، كم تألمت القلوب، كم دمعت العيون، كم حزنت القلوب، كم سار الناس فيما ساروا إليه. أما وجود العلماء فرصة، ولا زالت القلوب مستبشرة بحمد الله بإحلاله ورجوعه عما قريب. لكن لتعلموا هذه المدة كيف سارت الأحوال وسارت القلوب فيما سارت إليه، وكم تجد من أحوال الناس كبارا وصغارا، شبابا وشيب، علماء وطلاب علم. هذه فرصة معاشر المسلمين وجود العلماء. ووالله إني وقفت في هذا المقام وإني أحللت في هذا اليوم في هذا المكان وأعتبر في قلبي حزنا شديدا. لماذا؟ بحمد الله إن شيخنا يتمتع بالخير بفضله ونعمه سبحانه ويتماثل للشفاء، لكن بينما قبل أيام الناس يتمتعون والصوت يرج في هذه الدار العامرة، والصغير والكبير يسمع صوته ويرتج له القلب وتتفتح له الآذان في هذه الرحلة البسيطة. انظروا إلى أحوال القلوب. أما قلنا استغلال الفرص، وهكذا العلماء زينة للعرض وبهم يهتدى وهم رجوم لمن يدخل في الدين ما ليس منه. فهذه الفرصة العظيمة وهذا الوقت والعمر يستغل في طاعة الله، يستغل في المكث، يستغل في الاتصال بأهل العلم وفي البقاء وفي البروق وفي معرفة الفضل. أي فرصة في حياتك تستطيع أن تقدم فيها الطاعة فلا تتأخر ولا تتوانى. مشروع ابن معروف الدعوي.